تخيل لو إنك مبدع. مش قصدي إنك بتعرف ترسم كويس أو بتلحن أغاني حلوة، لأ، قصدي إن عقلك شغال بطريقة مختلفة، إنك بتشوف حاجات الناس مش شايفاها، بتفكر في حلول مش في بال حد، بتسأل أسئلة محدش جرب يسألها قبل كده. تفتكر حاجة زي الإبداع هي حلوة ولا وحشة؟ ده اللي هنعرفه بعد الانترو. لما نقول مبدع، أول حاجة بتيجي في بالنا رسام، موسيقار، كاتب وغيرهم. بس الإبداع أوسع بكتير من كده. الإبداع إنك تشوف ترتيبات جديدة لأشياء قديمة، إنك تاخد حاجتين ملهمش علاقة ببعض وتنتج بيهم حاجة تالتة. الإبداع مش حاجة بتجيلك من السما، الإبداع طريقة نظر، إنك تيجي على حاجة كل الناس شايفاها عادية وتقول ولو جربنا العكس يحصل إيه؟ أو لو شفناها بشكل تاني ممكن نوصل لإيه؟ الفرق بينك وبين المبدع الحقيقي إنه ما بيخافش من السؤال ده، وإنت للأسف اتعلمت تخاف منه. المجتمع بيحب الطبيعي، الطبيعي مريح، الطبيعي متوقع، الطبيعي ما بيخضش. ولما تكون انت مختلف المجتمع بيخاف منك، مش عشان انت وحش، لأ، عشان انت مش مألوف. الطفل اللي بيسأل ليه 20 مرة في اليوم ده مبدع، بس المدرسة بتحاول توقفه. الموظف اللي بيقترح طريقة جديدة للشغل ده مبدع، بس المدير بيقول لأ، هنعملها زي الطريقة التقليدية. الإبداع بطبيعته تمرد صغير على المعروف، تمرد مش بهدف الهدم لكن بهدف التحسين. الفرق بينك وبين الثائر إن الثوار بيهدموا أسوار، أما المبدع بيفتح شبابيك جديدة مش موجودة من الأول. أوقات كتير المبدع بيحس إنه غريب في بلده، مش عارف ليه الناس مبسوطة بالروتين، مش عارف ليه محدش شايف العيوب الواضحة اللي هو شايفها، مش عارف ليه كل ماشي في نفس الخط وهو عايز يلف. وده أول ألم حقيقي للمبدع، إنه يحس بالوحدة وهو حواليه ناس كتير. الحياة مش زي فيلم عن فان جوخ، مش كل مبدع يتعب ويحس إنه مجنون وبعدين يموت ويبقى مشهور. الحقيقة أقسى من كده. المبدع الحقيقي بيمر بفترات فشل طويلة، فترات بيقعد فيها يشتغل على حاجة والناس تفضل تقوله ملهاش لازمة، أو أسوأ من كده محدش يرد عليه خالص. الصمت القاتل ده أسوأ من النقد. وبعد كده يبدأ الشك الدهلي، صوت جواك يقولك يمكن انت مش مبدع، يمكن انت بتضحك على نفسك، يمكن كل الأفكار دي تافهة. والشك ده ما بيخلصش أبدا. كل مبدع ناجح هتلاقي جواه صوت شك بيطارده كل يوم. كمان البيئة المحيطة، زي الأهل اللي ممكن يقولوا ليه بتضيع وقتك في التفاهة دي، ركز في شغلك الأساسي. والأصحاب ممكن يتريقوا، والمجتمع بيكافئ اللي بيمشي في الصف مش اللي يعمل صف جديد. أوقات كتير المبدع بيحارب على جبهتين، جبهة جواه الشك، الخوف، الكسل، المقارنة بالآخرين، وجبهة براه الرفض، السخرية، قلة الدعم، الضغط عشان يبقى طبيعي. وأسوأ حاجة إنك تشتغل سنين على فكرة وتكتشف إن حد تاني سبقك ليها، أو إن السوق مش جاهز ليها، أو إنك فعلا كنت غلطان. طب خلينا نبص حوالينا شوية. كل حاجة جميلة في حياتك سببها مبدع واحد في يوم من الأيام كان مختلف وكان بيتعب ومحدش فهمه. تعالي نقول مثلا العجلة، حد تخيل إنه يركب عجلتين ويعدل توازنه. اللمبة، حد تخيل إن شعرة معدنية تسخن وتنور. الإنترنت، حد تخيل إن كمبيوترات العالم تتكلم مع بعض. الطب، الهندسة، الفلسفة، الموسيقى، الزراعة وغيرهم كتير، كلها بدأت بفكرة واحدة، تخيل لو. من غير الإبداع البشرية كانت هتقف عند أول كهف. كان زماننا لسه مش عارفين نبني بيوت نعيش فيها، ولا هدوم نلبسها، ولا نقدر ناكل أكل جاهز. ما كانش زماننا اكتشفنا النار، وهكذا كتير نقدر نقيس عليه نفس الفكرة. الإبداع هو اللي خلى الإنسان يطلع من دايرة البقاء لدايرة عايز أعيش بشكل أفضل. الإبداع هو اللي خلق الحضارات، وإذا وقف الإبداع في يوم الحضارة هتنهار، مش بالحروب لكن بالتكرار. لما البشر يبطلوا يتخيلوا يبطلوا يطوروا، ولما يبطلوا يتطوروا يبدأوا يموتوا ببطء. تخيل لو كنت مبدع، مش هتحس إنك مميز طول الوقت، لأ، هتحس إنك تعبان، هتحس إن محدش فاهمك، هتحس إنك عايز تسيب كل حاجة وتمشي. بس برضو هتحس بلحظات نادرة وجميلة جدا، لحظة لما الفكرة تكتمل في دماغك، لحظة لما حد يفهم شغلك وينبهر من فكرتك، لحظة لما تشوف فكرتك بتطبق قدام عينك وبتفرق في حياة ولو شخص واحد.
المبدع الحقيقي مش اللي بيكسب شهرة أو فلوس، المبدع الحقيقي اللي بيقدر يكمل رغم إن محدش شايفه، اللي بيقدر يشتغل على حاجة هو بس اللي مؤمن بيها سنين طويلة بدون ضمانات. ومعظم العباقرة اللي انت بتسمع عنهم عاشوا حياتهم وهم مش عارفين إنهم عباقرة، ماتوا وهم محبطين، بس بعد ما ماتوا الناس فهمت. السؤال مش إزاي أبقى مبدع، السؤال الحقيقي هل أنا مستعد أكون مبدع حتى لو محدش أبدا هيعترف بيا. تخيل لو إن أنت نفسك تكون مبدع، تخيل لو إن الفكرة اللي جوه دماغك دلوقتي اللي بتقول إنها تافهة أو مش هتنفع هي بالصدفة الفكرة اللي ممكن تغير حاجة كبيرة في حياتك أو في حياة غيرك. تخيل لو إن اللي منعك مش نقص موهبة لكن نقص تجربة، نقص فشل طويل، نقص قدرة على إنك تسمع لأ كتير من غيرك وتقوم تكمل برضه. وآخر حاجة، تخيل لو إنك بتتفرج على الفيديو ده وجواك صوت بيقولك أنا عايز أجرب أو أنا خايف أجرب. الفرق بين الاتنين مش الموهبة، الفرق إن واحد بدأ خطوة والتاني فضل يتفرج. سؤال هسيبهولك تفكر فيه بعد الفيديو يخلص، إيه الحاجة اللي أنت مقتنع إنها فكرة عظيمة بس لسه ما جربتهاش وبعدين اكتشفت إن كنت خايف من الفشل مش من الفكرة نفسها؟ خليني أعرف رأيك في التعليقات واشترك في القناة عشان نفضل نتخيل سوا، لأن لو وقفنا تخيل هنوقف الحياة كلها.